اول حاجه عايزكم تصلوا على النبي، وتاني حاجه شكرا جدا على الدعم القوي اللي انتوا قدمتوه في اخر فتره. شكرا بجد ليكم، وعايز اشكر كل شخص كان سبب في تقدم القناه دي. فلو عجبك يا صديقي تلخيصنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل مثل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومن غير كلام كتير، مشاهده ممتعة. في نوفمبر 2017 بنشوف واحد اسمه جابر، واللي بيحضر الغدا علشان بنعرف انه مستني حد جايله. ما بنعرفش طبعا هما مين وجايين ليه، بس المهم لما بيقفل المكالمة بيفتح الفريزر اللي عنده وبنشوف واحدة ميتة جابر حاططها فيها، وهنعرف مين دي وايه القصة كلها دلوقتي. ننتقل بقى لسنة 2018 شهر يناير، وبنشوف الشخصية التانية اللي بتبقى اسمها زينة، واللي بنشوفها وهي بتنده على جابر باسم محي. وبنعرف ان جابر له شخصيات وهنعرفهم بعدين. وبعد كده بنرجع تاني بتاريخ نوفمبر 2017 العزومة اللي كان عاملها جابر لضيوفه، وبعد طبعا ما بيخلصهم بيشيلوا الفريزر اللي عنده وبيحملوه على العربية. وطبعا الفريزر ده بيبقى في الجثة. وبنتعرف على عم عيد جار جابر، واللي جابر بيشيله مع الدواء اللي ما كانش موجود في الصيدلية، وما بيرضاش ياخد منه تمن الدواء. وبالليل بنلاقيه بيطلع مراته من الفريزر، وايوه الجثه اللي كانت في الفريزر دي هي مراته، وبيجرها لحد القبر اللي هو عمله واللي بيكون في حوش البيت. وبعدها بيروح يعمل محضر تغيب في الاسم، وبيجي له اتصال من والد مراته وبيقول له لو كان عرف اي حاجه عن بنته. فبيقول له جابر انه عمل محضر تغيب وانه هيقلب الدنيا عليها، بس امانه لو جات لك يقول لها ما تروحيش في حته علشان يروح يصلحها. وبعدها على طول بيبعت رساله من تليفون عدله لباباها بتقول له انها سابت البيت وهترفع قضيه خلع على جابر. وفي الليل بيروح ابو عدله وواحد معاه لام جابر، وبيحصل مشادة ما بينهم علشان اختفاء عدله اللي داخل على الشهرين، وجابر منزلش حتى دور معاهم. طبعا بترد عليهم جابر، واللي بتتحكى بابنها اللي كل المنطقه بتحكي عن اخلاقه وطيبته وتدينه. وبتحصل جريمه وهي وجود دم في احد الغرف في فندق، بتكون المشتبهه فيها سابت الفندق باللي فيه ومشيت من غير ما الفندق يعرف، وده اللي بيصعب المهمه على المحقق. وبتحكي له حصل لها ايه من اللي اسمه سلامه ده، واللي هو يبقى ابو عدله. وبتحكي له لو ما خلصهاش منه وسابها في حالها هتسيب له هي المنطقه والدنيا بحالها. بس جابر بيهديها وبيقول لها انه دور وسوى، وان عم سلامه ده طيب وحقه يعمل كده. فبتقول له حقه انه يقول عليا رد سجون ويعيب فيا. وبتفضل تقطم في جابر، وبتحكي له حاجات زي مثلا ايه الهدوم اللي انت لابسها ديت، اعدل مشيتك، اقعد كويس. وبنحس ان ام جابر بتعامله كانه لسه صغير. وبتقول له ان سعيد ابن فتحيه خلف وعايزين ننقطه. فبيقوم جابر مطلع الفلوس وحزن الدنيا على وشه، وبيروح بعديها شغله، واللي بيبقى مسمي نفسه يوسف. وعلى العموم دي شخصيته التالتة. يبقى احنا كده معانا 3 شخصيات، واحدة اسمها جابر وده اسمه الحقيقي، والاسم التاني واللي هو محي، والاسم التالت اللي معانا دلوقتي اللي اسمه يوسف. بيروح يوسف لصاحب المصنع اللي اسمه السيد الطويل، واللي بنشوف نجلة اللي بتبقى عايزة تدير المصنع بس ما بيكونش راضي. وفي نفس الوقت يوسف بيهدي الوضع، وبيبقى اصلا في علاقة مع نجلاء اللي هي تبقى زوجة صاحب المصنع السيد الطويل. ويوسف بيقول لنجلاء انه جاب لها محل هدوم في الجراند مول علشان يبقى باسمها، وبتبقى فرحانه طبعا. والمحقق بيبقى لسه بيدور على المشتبه، واللي دخلت الفندق معاه وما خرجتش. وبيبقى يوسف قاعد مع السيد الطويل، واللي بيبقى واخده كصديق وفي ليه، وبيحكي له على الستات والصور اللي بيفضلوا يبعتها له على الواتس وحوارات نجلاء واللي بتعمله. فالمهم بيروح يجيب اللاب علشان يمسح الصور اللي بتتبعت له، بس في الحقيقه يوسف بيعمل نسخ من الصور ديت وبيحطها عنده. وفي اللقطه ديت هنحتاجها بتاعت مسكه السكينه وتقطيع التفاحه علشان هنحتاجها بعدين. وبعدين يوسف بيقول له انه خلص الدنيا. وطبعا اخر تطورات القضيه بتاعت الفندق بيتبعت رساله من معتز للمحقق، وهي ان كان في حد مع المشتبه بس مش باين وشه، وده اللي بيخلي الموضوع يقلب بغرابه اكتر. وبعد كده بنشوف الباشا مع افراد عيله زينه، ودي البنت اللي جابر حبسها، وبيحقق معاهم بخصوص خروجها من البيت. والحكايه بتبدا لما والدها بيتخانق معاها بسبب زنها على السفر بره ومهنه التمثيل، اللي والدها شايف ان السكه دي شمال وكل اللي فيها مش كويسين. والموضوع بيقلب ساعات بالضرب، وده اللي قالته اختها سلمى. وبيتذكر اسم صاحبتها هالة اللي على طول بتمشي معاها. وبيقول الباشا لسلمى انه عايز جوزها علشان يحقق معاها، وبيبقى جوزها مسافر علشان شغال في الاستيراد. وبيوصل بعد كده جابر بشخصيه يوسف لبيت نجلاء، واللي بيقول لها انه خلص عليها، والموضوع بيبقى فيه سعاده وكده، بس ما بنكونش عارفين مين ديت. وبيجيب لها السلسله بتاعتها، وبتقول له انه يلبسها لها. وفي هجمه غير متوقعه بيقوم يوسف دابح نجلاء في مشهد غير معروف، وما بنعرفش ليه هو عمل كده، وبيسيبها لحد ما بتموت. وبتخلص الحلقه الاولى على كده. طبعا الحلقه الثانيه هتنزل النهارده او بكره علشان تتحمسوا معايا، وكمان تدوني رايكم في الكومنتات. الفيديو دوت سجله ومنتجه كريم اسامه. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الاشعارات علشان يوصل لكم الحلقه الثانيه على طول، وكمان تتابعونا على الانستجرام علشان هتلاقوني اكتر هناك. وشكرا ليكم.